كورة هي بطلة فيلمنا النهاردة اللي بتضيع ابنها بسبب استهتارها وعدم مسؤوليتها، وهتقابل راجل هيحاول يقنعها انها تقدر ترجع ابنها من خلال السحر. في بيت في مكان بعيد وهادي متشمع، وظابطة بتدور فيه بعناية وبتحاول تفهم ايه اللي حصل، وكان مركب مليان دم وملح في الخلفية، صوت خايف بيطلب المساعدة. نروح لمركز الشرطة، وهناك كانت كورة متبهدلة ومتعورة وعليها آثار دم، وكانت خايفة جدا. بتحاول أختها تفهم منها إيه اللي حصل، بتقول لها إنها بس كانت عايزة ترجعه. أختها اتصدمت وبتقول لها ابنك مات من 7 سنين خلاص. وبنرجع بالزمن ليوم ضياع ابن كورة اللي كانت قاعدة هي وصاحبتها سكرانين، وابنها اللي عنده 5 سنين سابهم وخرج. كورة في الوقت ده كانت مهملة جدا وبتشرب مخدرات وغير مسؤولة، وكل اللي يهمها الفلوس وبس. خبطت عليهم الشرطية، في الأول كانوا خايفين تكون جايين يقبضوا عليها، بس بعد كده اكتشفت إنها جاية تسألها عن ابنها. الشرطية: فين ابنك؟ كورة في الأوضة. الشرطية: متأكدة؟ راحت كورة تدور على ابنها، ما لقيتوش في البيت، والشرطية أمرت فرق البحث إنها تدور على الولد، وفي الآخر ما لقيهوش. ما لقيتش غير فردة جزمة بتاعته. بعد الحادثة دي مكورة حست بالندم وإنها السبب، وعلشان كده بطلت المخدرات وحاولت تغير من نفسها وتشتغل وتكون مسؤولة، وراحت لجلسات تعافي علشان تحاول تحسن من الألم اللي جزاها، وإنها السبب في ضياع ابنها. ومش بس كده، كورة كان في ناس تاني كلهم بيتعافوا من فقدان أطفالهم. نرجع لمركز الشرطة، واللي هناك كانت أخت كورة بتحاول تخليها تتكلم وتقول لها إيه اللي حصل علشان تقدر تساعدها. بعد إصرار كبير من أخت كورة، كورة اتكلمت: كله بسببه، هو السبب، أبيل هو السبب، وكان معايا في جلسات التعافي، بعدين بقينا أصحاب، وهو طلب مني إنه يساعدني إن أرجع ابني تاني، وإنه رجع بنته بالفعل. أخت كورة بتقول لها: الأموات مش بترجع يا كورة. كورة: وهو رجع بنته؟ أنا شفتها، هو غير لها اسمها وعايشة مع مامتها في بلد تانية، أنا متأكدة. كورة بدأت تحكي بقى: طلب مني ملح وسلاسل وشموع، وإنه ما يكونش فيه كهرباء ولا تليفونات في البيت، وقال لي اننا هنستخدم السحر علشان نرجع ابني، وطلب مني اني اامن بالحاجات دي وما اسخرش منها علشان ابني يرجع فعلا. كانت كورة مخصصة اوضة في بيت مامتها لابنها، لانها كانت حاسة انه هيرجع في يوم من الايام. طبعا اليوم الاول من الطقوس بتاعت السحر دي علشان ابن كورة يرجع، ربط كورة في السلاسل ورسم دايرة من الملح، فضل يقول تعويذ مش مفهومة. كورة كانت خايفة واستجمعت شجاعتها وقالت له: كفاية لحد هنا، كفاية كده. وفجأة كورة بقت طايرة في نص الأوضة وهي خايفة ومش فاهمة حاجة. وبعد لحظات قعد يجري عليها أبيل وقال لها: حصل لك حاجة؟ قالت له: أنا حسيت بيه، حسيت بطاقة كبيرة كده جوه جسمي، أنا صدقت كلامك دلوقتي، خلينا نكمل اليوم التاني. استدعاء الروح: قعد أبيل كورة يحاول يستدعي الأرواح، وبيظهر مشهد لكورة وأصحابها وهم سكرانين، وابنها خرج وهي خرجت وراه وبتحاول تنقذه، وفجأة ابنها بيتخطف وبياخدها المسخ الشيطاني للمكان اللي ابنها فيه. بتحاول تنقذه فبيمسكها المسخ وبيقول لها: احنا متفقين لازم تبقي هادية علشان ابنك يرجع لك. ونرجع لبيت كورة اللي فيه طقوس السحر ومعاها أبيل، وبتقول له إن احنا هنكمل علشان ترجع ابنها. وتاني يوم الصبح بيجي صحابها وبيشوفوها وهي وأبيل، وبيفتكروا يعني ان في بينهم علاقه، وبيسرق فلوس من ابيل وبيمشي. اخر يوم في الطقوس علشان كوره ترجع ابنها، جهزوا كل حاجه، وابيل بيقول لكوره انهم هيعملوا صفقة وابنها هيرجع. ظهر أبيل كورة في مكان بعيد. أبيل بيقول: كورة لازم تاكلي 3 مكعبات دول، واحد دم وتاني لحم والتالت عظم، علشان ابنك يرجع دم ولحم وعظم. وفعلا كورة عملت كده وأكلتهم، وبعد كده أبيل بيديها كوباية دم تشربها، وهنا كورة اتصدمت ورفضت ووقعت الكوباية على الأرض. ورجع أبيل كورة البيت اللي في الطقوس، وأبيل فضل يرجع حاجات سودة من بقه، والشيطان الاسود سحبه لعنده. طلب من كورة انها تكمل الطقوس وتجيب معزة تقدمها لها، وبعد كده طلب منها انسان بشري. راحت كورة اتصلت بصاحبها اللي كان بيشرب معاها وطلبت منه يجي البيت، وهو جه كان فاكر انه وحشها يعني علشان كده اتصلت بيه، ولكن هي قدمته قربان للشيطان. الشيطان كان بيطارد صاحبها، وكورة كانت خايفة واتصلت بالشرطة. الصوت اللي كان اول الفيلم بيطلب المساعدة. نرجع لمركز الشرطة، كورة بتقول لاختها انها خايفة وان الشيطان هيجي ينتقم منها، واختها بتحاول تهديها. وبتدخل المحققة بتقول لاخت كورة ان فعلا بنت ابيل عايشة في بلد تاني مع مامتها، وان اسمها اتغير. وراحت الشرطية بيت كورة وكانت بتدور على اي دليل او اي حاجة تحل بيها القضية دي، وطلعت من الأوضة الولد وفتحت الدولاب، وبيخلص الفيلم على انها بتشوف رجليه.